ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه في البيت يا جماعه. طعمها وريحتها يجنن، احلى بكتير من اللي احنا بنشتريها. تعالوا اقول لكم ازاي بمقادير بسيطه قوي وسهله، مش تاخد مننا وقت خالص، بس بجد طعمها يجنن. حلوه قوي وبسيطه جدا، مش تاخد منك وقت خالص في البيت. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي نص كيلو سميد، عندي كوبايه سكر. هبدا بقى اقلب السميد كويس جدا مع السكر، انا عايزاهم يختلطوا كويس مع بعض. عندي باكت فانيليا، هبدأ أضيفها بتدي ريحة حلوة جدا. وهبدأ أضيف عليها بقى نص كوباية سمنة أنا مسيحاها. مش محتاجة ان هي تتسخن خالص، هي بس يا دوبك متسيحة بدرجة حرارة الغرفة. وهبدأ أقلب كويس جدا السميد والسكر والسمنة، أنا عايزة يتشرب السمنة بتاعتي كويس جدا، وهقلبهم كويس مع بعض. هبدأ بقى عندي محضرة كوباية لبن دافي، لبن دافي خالص يعني اللي هو تدفئة حاجة بسيطة جدا. هبدأ بقى اقلبه كده من تحت لفوق، مش عايزه اقلب كتير خالص في البسبوسه، مجرد ما اضيف اللبن هبدأ اقلبها تقليبه بسيطه كده. انا محضره صينيه مقاس 28، دهناها سمنه. خلاص كده البسبوسه جاهزه معايا، مش محتاجه اكتر من كده. حضرت الصينيه بتاعتي مقاس 28. هبدأ انزل بالبسبوسه بتاعتي، انا مسخنه درجه الحراره بتاعتي بتاعت الفرن على درجه حراره 200. هبدأ بقى اظبط البسبوسه بتاعتي كده، هديها تخبطتين كده عشان اتاكد ان البسبوسه كلها مظبوطه. وهبدا ادخلها الفرن على درجه حراره 200 تقريبا حوالي نص ساعه. اول ما احس ان بتاخد لون من الاطراف هبدا اشغل الشوايه من فوق تاخد لون من فوق عشان يبقى لونها من تحت ومن فوق مظبوطين. في الوقت ده بعد ما بدخل البسبوسه بكون محضره بقى الشربات بتاعها. عندي كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه. هبدا اضيفهم مع بعض كده وهقلبهم كويس مع بعض قبل ما اشغل النار بتاعتي. وهبدأ أشغل النار بتاعتي، وأول ما تبدأ تغلي الشربات بتاعي يبدأ يغلي معايا، هبدأ أضيف عليه عصرة ليمونة. لو في بقى باكت فانيليا برضو بيدي ريحة حلوة قوي للشربات. وبعد ما يغلي كده تقريبا بسيبه حوالي 3 4 دقايق معايا، انا عايزه الشربات بتاعي يبقى سخن والبسبوسه سخنه. هروح بقى ضايفه عليه معلقه سمنه كمان. عايزه اقول لكم بجد بتفرق جدا جدا في طعم البسبوسه، بيخليها طعمها يجنن. البسبوسه خلاص خرجت معايا وهي لسه سخنه، الشربات بتاعي خفيف، انا الشربات بتاع البسبوسه بيبقى خفيف عشان تتشرب البسبوسه تتشرب الشربات حلو قوي. هبدأ بقى اضيف الشربات بتاعي. مش عايزه اقول لكم من نجاح البسبوسه ان تشرب الشربات بتاعها كده، يعني بصوا مش عايزه اقول لكم في الوقت ده الريحه كانت عامله ازاي. انا هحط الشربات بتاعي هضيفه كل ما تشرب الشربات هضيف الشربات بتاعي كله عليها. وهبدا بقى اغطيها. عايزه اقول لكم طبعا ممكن تتاكل وهي سخنه كده، بس انا بحب اسيبها لحد ما تبرد خالص، وانا بحب اغطيها كمان عشان تفضل معايا طريه، واسيبها بقى لتاني يوم. طبعا لو حابين دلوقتي مفيش مشكله طبعا تتاكل. انا سبتها لتاني يوم بقى، ومش عايزه اقول لكم بجد طعمها كان يجنن قد ايه. طبعا مستنيه ان انتوا تجربوا الوصفه، ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. مستنيه طبعا رايكم وكومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير هتعجبكم.